السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. واخيرا جمعتنا المنتظره واللي هنجاوب فيها النهارده عن سؤالين مهمين بخصوص اتخاذ القرار في تطوير الذات. ولو اول مره تشوفوني، انا ملك عزب، بقدم محتوى متنوع في تطوير الذات. وتعالوا نعرف ايه هما السؤالين دول ونجاوب عليهم بالشياكه وبطريقه عمليه تقدروا تطبقوها على طول. طيب نيجي بقى لاول سؤال، ليه اصلا احنا محتاجين ناخد قرار عشان نطور نفسنا؟ صلوا على النبي. لو رجعنا كده شويه لفيديو المعنى الحقيقي لتطوير الذات، هتلاقوني قلت في الجزء بتاع الوقت المناسب لتطوير الذات ان مفيش حاجه اسمها الوقت المناسب لتطوير الذات ولا السن المناسب لتطوير الذات. وقلت كمان ان تطوير الذات بيبدأ من اول الطفل الصغير لغاية ما نموت. تمام. طيب كلام مظبوط. ايه العلاقة بقى؟ العلاقة اني عايزة الفت نظركم لحتة صغيرة قد كده. ايه هي؟ ان الطفل من اول ما يتولد لغاية مثلا سن 8 سنين او 9 سنين او لغاية سن البلوغ مثلا، تمام، بيبقى معتمد على اهله بشكل كبير. طبعا كل ما يكبر كل ما اعتماده على اهله بيقل شوية. خلاص. طيب الطفل من هو صغير خالص ما يعرفش يعمل نفسه اي حاجه، فالاهل يعتبروا نفسه او ذاته، او بمعنى تاني زي ما بنقول كده بيعتبروا ايده ورجله. كل ما الطفل يكبر، خد يا حبيبي ايدك اهي كل واشرب بيها، خد رجلك اهي اسحف وامشي عليها كده. تمام. فالاهل بيفضلوا مع الطفل ده لغاية ما يتعلم كل الأساسيات الطبيعية لأي بني آدم عشان يعيش، زي مثلا إن هو ياكل لوحده، يشرب لوحده، يدخل الحمام لوحده، يغسل لوحده، يستحمى لوحده، يمشي لوحده، يتعلم القراءة والكتابة، الحاجات دي كلها. تمام. يجي بقى لغاية من أول ما يتولد لغاية سن البلوغ. سن البلوغ ده بيبقى تحول ما بين الشخص اللي بيعتمد على أهله في كل حاجة للشخص المفروض يعتمد على نفسه في كل حاجة. تمام. وهبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو مخصوص عن سن المراهقه وكده. تمام. طيب وهنا بقى تيجي الاجابه على سؤالنا، ليه احنا محتاجين ناخد قرار عشان نطور نفسنا؟ لان ببساطه انا لما ابتدي اوصل لسن البلوغ ببقى محتاجه توجيهات من الناس اللي حواليا او الناس اللي اكبر مني عشان اقدر اعتمد على نفسي في كل حاجه وابقى قد المسؤوليه. تمام. يعني عشان زي ما قلت لكم ان في الفتره اللي هي قبل سن البلوغ دي ببقى معتمده على اهلي في كل حاجه، فانا خلاص بقى عديت سن البلوغ، لازم اعتمد على نفسي في كل حاجه. فانا هعتمد على نفسي في كل حاجه ازاي؟ لما اخد توجيهات من الناس اللي حواليا، اتعلم من الناس اللي حواليا وخبرات الناس اللي اكبر مني. تمام. وهنا احب اوجه رساله لاخواتي الصغيرين اللي في سن المراهقه، حاولوا على قد ما تقدروا لما اي حد اكبر منكم ينصحكم بحاجه او يكلمكم في حاجه في مصلحتكم، حاولوا تاخدوا بنصيحته وما تتجاهلوش الموضوع ده. تمام. طيب ونيجي بقى للسؤال التاني، هو امتى اخد القرار عشان اطور نفسي؟ طيب بصوا، صلوا على النبي. هقول لكم اجابه عمليه تطبقوها على طول. خلاص. طيب ايه هي الاجابه دي؟ هي ببساطه في جملتين. الاولى لما تستوعبوا انكم ماشيين غلط، والتانية لما تعرفوا الصح من الغلط. ايه ده؟ واحده واحده. دلوقتي انا مثلا بقالي فتره ما بذاكرش، تمام، وبروح الدروس وبنقل واجب من ورا واخر اهمال. خلاص. شويه ولقيت نفسي بستوعب اللي انا بعمله ده غلط. يعني استوعبت ان انا تقصيري في المذاكره دي حاجه غلط، استوعبت ان انا الواجب اللي انا بنقله من ورا دي حاجه غلط، ان انا بغش نفسي مش بغش الناس اللي حواليا، استوعبت اني بروح الدروس على الفاضي وبرايحاها واخداها لعب وكده، واهلي بيتعبوا في الفلوس دي. تمام. ففي اللحظه دي ابتدي اخد القرار عشان اطور نفسي. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي استوعبت الحاجات الغلط اللي انا بعملها بقالي فتره. طيب ايه الفرق ما بين الطفل الصغير وما بين الشخص ده؟ الطفل الصغير عادي الاتنين بيغلطوا. تمام. الطفل الصغير لما مثلا يكسر كوبايه، خلاص هو خلاص بيبقى عارف ان ده غلط، او بيعمل حاجه غلط بيبقى عارف ان ده غلط في لحظتها وخلاص الموضوع عدى. تمام. لكن الشخص البالغ بيستوعب الغلط ده وبيحاسب نفسه عليه، مش مجرد ان انا خلاص عرفت ان انا غلطانه في الحاجه دي خلاص كده عدت وخلاص، لا، بحاول احسن نفسي او بحاول ان انا اصلح الحاجه اللي انا عملتها دي. تمام. وكمان في استيعاب لفتره، يعني مثلا انا الفتره دي عامله الحاجه دي غلط، فلازم ان انا اصلح الموضوع، لازم ان انا احل الموضوع ده. تمام. فده دليل ان انا خلاص بقيت شخص كبير معتمد على نفسه قد المسؤوليه واقدر اطور نفسي بنفسي. تمام. حد هيقول لي بقى دلوقتي طيب جميل، انا عرفت ليه محتاجه اخد قرار عشان اطور نفسي، وعرفت امتى اخد القرار عشان اطور نفسي، ازاي بقى اطور نفسي؟ لا، ازاي دي بقى انا جاوبت عليها في نفس الفيديو بتاع المنهج الحقيقي لتطوير الذات، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف او في اول تعليق. روحوا شوفوه، مفيد جدا على فكره. تمام. وهي بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا بفيديو النهارده ويكون خفيف على قلبكم كده. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن نصايح للبنات في سن المراهقه. وكنت حابه بس افكركم بكام حاجه كده، بقراءه سوره الكهف والصلاه على النبي، وما تنسوش اخواتكم في فلسطين والدول العربيه من صالح دعائكم. والسلام عليكم.